ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد من يوميات ماما مطحونة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. هنعمل الجمبري المقلي مع الرز البني بتاع رز السمك العادي بتاعنا. هنجيب نص كيلو من الجمبري وهنحط عليه طحينة وهنسيب عليه المية علشان خاطر نتخلص من الزفارة بتاعته. ومؤخرا بقينا بنستخدم الطحينة عشان نتخلص من الزفارة بتاعة السمك والجمبري وبتاعة الفراخ، وبصراحة هي بتقضي على كل زفارة موجودة. هبدأ اخلط الطحينة مع المية كويس قوي كده في الجمبري علشان خاطر نتخلص من الزفارة زي ما قلت لحضراتكم، وهسيبها منقوعة شوية كده في الخليط ده علشان خاطر اتأكد تماما انه مفيش اي زفارة. وهستنى طبعا رأيكم في الكومنتات وتقولولي الوصفة هتعجبكم ولا لأ، وهستنى اشوفكم انتوا كمان بتعملوه ازاي. هنا نقعت الجمبري فترة يجي نص ساعة كده علشان خاطر اتأكد انه مفيش زفارة خالص. هبدأ اشطفه بقى وانضفه وافتحه من الظهر كده علشان خاطر اشيل الكيس الرملي. بنفتح في الحتة دي كده عشان خاطر نشيل الكيس الرملي اللي بيبقى موجود في الجمبري، وده عشان واحنا بناكله منحسش كأن فيه رمل كده في بقنا. هعمل معاكم كام واحدة كده وبعدين ابقى اخلص الكمية كلها وهوريكم وصلت لفين. هو ده الكيس الرملي اللي انا مطلعه الاسود اللي طالع ده، وهبدأ كده اقشر الجمبري عشان طبعا هنعمله مقلي، وهشطفه كويس جدا بالمية وبعدين احطه كله كده على جنبه واتأكد تماما ان هو نضف. هبدأ هنا كده اشطفها كويس عشان نتأكد ان هي كده خلاص بقت تماما نظيفة. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان احنا مش هنتخلص من قشر الجمبري ولا حاجه. قشر الجمبري ده كنز، هنعمل بيه شوربه السي فود وهنعمل فيه شوربه الجمبري، وفي وصفات كتيره جدا بقشر الجمبري هنعملها في يوم تاني وهبقى اعرضها لحضراتكم، فده ما ينفعش نتخلص منه. هنا بنشيل كل الزوايد اللي موجوده دي كده عشان الزفاره نتاكد تماما انها مش موجوده، وشلنا خلاص الكيس الرملي وبقشرها. وهبدا اشطفها برضو تحت الميه الجاريه علشان خاطر اتاكد تماما انها نطفت، عشان خاطر نتخلص من كل الزفارة اللي موجودة ميبقاش فيها اي حاجة خالص. دي اخر واحدة هعملها مع حضراتكم، وبعد كده هروح اخلص الكمية كلها وهوريكم برضو وصلت لغاية فين. نشيل كل الزوايد دي كويس جدا واتأكد ان انا نضفت الجمبرية بتاعتي كويس قوي عشان يبقى طعمها كويس وما فيهاش اي زفارة. هنقشره، نحط هنا القشر في مصفى لوحدها كده علشان خاطر القشر ده كنز زي ما قلت لكم. نشطفها كويس جدا عشان نتأكد تماما انها نطفت وبقت زي الفل. وهوريها هنا كده لحضراتكم بعد ما نضفناها. انا ابني هنا هو اللي بيصورني، ربنا يحفظه ويحفظ ابنائكم جميعا يا رب. اهي كده بعد ما نضفناها وبقت كويسة هروح اخلص الكمية كلها واوريها لكم. هنا انا كده خلصت الكمية كلها ونقعتها في المية، وده قشر الجمبري محتفظة بيه عشان زي ما قلت لكم هنعمل بيه الوصفات بتاعه الشوربة وهوريها لكم. هبدأ بقى احضر التتبيلة بتاعه الجمبري بتاعتي، وهي الثوم وفلفل رومي وملح وكمون وكزبرة، ولو كان عندي بهارات سمك كنت حطيتها بس انا ما كانش عندي. في ناس بتحب طبعا الفلفل الحامي بس انا ما بحبوش لا انا ولا ولادي. وبحضر برضو عصرة ليمونة. هفضي هنا المكونات كلها في الليمون بتاعي علشان خاطر ندقها ونخلطها كلها مع بعض عشان خاطر نقلبها على الجمبري وكله ياخد من نفس التتبيله. هنا بعد بقى ما خلطنا خلاص كل الكميه مع بعضها عملتها اهي، هبدأ افضيها في بولة بقى علشان خاطر اخلطها بالجمبري، وهنزل عليها عصرة الليمونة. هنزل بقى عليها عصرة الليمونة وبعد كده هننزل عليها الجمبري كله، وابدأ اقلبه كله كويس جدا في الخلطة عشان يبقى كله شرب من نفس الخلطة ويبقى كله نفس الطعم. انا ما بسيبش الجمبري متملح كتير علشان خاطر ما يحدقش معايا، يعني مسافة ما بعمل الرز بسيبه الوقت ده بس كده وبيكون خلاص اخد كل التمليحة بتاعته وبيبقى طعمه الحمد لله كويس. هبدأ اقلبه كويس واتأكد تماما ان كل الجمبري اتقلب واتشرب من الخلطة بتاعتي. طبعا في ناس بتحب بهارات السمك بتحطها، وانا كمان كنت بحطها بس انا ما كانتش متوفره المره دي عندي فاتصرفت وعملتها بالطريقه التقليديه. هنا خلاص هسيبه بقى هو مع نفسه بقى كده شويه، وابدا بقى احضر ان انا هعمل الرز. هعمل كوبايه من الرز
بصلايه متوسطه. كوبايه الرز بحط لها كوبايه ونص ميه والملح، وادي المبشره. انا بحب البصله مبشوره، ما بتحبهاش قطع كبيره عشان متبقاش برضو باينه، او يعني تبقى بطريقه مش حلوه كده في الرز. هبشر البصله وهوريكم بعدها هنعمل الرز مع بعض. هنا بقى دلوقتي انا بشرت البصله وغسلت الرز وصفيته، وطبعا محضره الميه بتاعتي زي ما قلت لكم، هي كوبايه ونص الميه، وحط عليها الملح عادي بس كده، يعني ما فيهاش اي فكره بصراحه. هبدا بقى هنا عندي اجيب حله واحط فيها معلقتين زيت عباد واسخنهم على النار، وابدا انزل بالبصل بتاعي المبشور، وهبدا اقلبه طبعا لغايه لما ياخد لون يصفر كده، ويبدا لونه طبعا يغمق شويه. هفضل اقلب فيه شويه كده، وهجيلكم برضو تاني اوريكم وصلت لغايه فين، يكون احمر شويه. هنا دلوقتي كده الرز بتاعي بدأ ياخد لون، وانا بحب ازود عليه نص معلقه بابريكا مدخنه، بتديها طعم ولون حلو قوي. في ناس مش بتحبها، تمام عادي خالص، ممكن ما تستغني عنها وما تعمليهاش كده، وبتسيبي بس البصله تغمق شويه علشان خاطر تديكي برضو نفس اللون المطلوب. بس هي البابريكا بصراحه بتديله معايا لون وطعم حلو. هنا هبدأ بقى انزل بنص معلقه البابريكا زي ما قلت لحضراتكم، وهبدأ اقلبها على البصل، وهتشوفوا حتى لون البصل اتغير ازاي معايا، وهيديني لون حلو جدا في الرز. هقلبها كويس جدا بس كده عشان ما تتحرقش مني ولا حاجه. وبعدين هنزل بالميه بتاعتي ساقعه خالص، مفيش اي مشكله، مش لازم تكون ميه سخنه، وهسيبها تغلي طبعا على النار قبل ما اسقط الرز. هنا هننزل بالميه بتاعتي، وهنا بنزود بس نص كوبايه ميه على المعيار بتاع الرز بتاعنا، وبكون انا طبعا مصفيه الرز زي ما وريت لحضراتكم. وبعد كده بعد ما بتغلي الميه هنزل بيها على الرز بتاعي، هنزل بيه على الميه، وبعد ما تغلي هنستناها بس تغلي كده، طبعا اتاكد بس تماما انها غليت كويس كلها قبل ما انزل الرز بتاعي. اعذروني هنا انا بصور بايد واحده، فممكن بس يكون التصوير مش مظبوط ولا حاجه. نزلنا هنا بالرز بعد ما الميه غليت، هقلبه كويس واستناها تغلي برضو على نار عاليه خالص من قبل ما احط الشياطه ولا اي حاجه. اول ما هيغلي معايا والنار عاليه هبدا اشيله واحط الشياطه واسيب النار عاليه برضو. بعد ما هيغلي تاني والشياطه محطوطه هسيبه لغايه كده ما يكون غلي تماما والشياطه محطوطه والنار عاليه، يتشرب بس، واوطي عليه وبسيبه نص ساعه بالظبط، واروح طافيه عليه. بيقعد بس دقيقتين كده، وبعد كده بيبقى خلاص استوى. هنسيبه بقى ونبدا نعمل بقى ايه الخلطه بتاعه الدقيق مع نص معلقه نشا، علشان خاطر نغلف الجمبري قبل ما نقليه على النار، يعني نخلص الجمبري عقبال ما الرز يستوي. هنا هنزل بالجمبري واحده واحده، وابدا اتاكد تماما انها اتغلفت بالدقيق والنشا، عشان خاطر النشا بتديله طعم مقرمش كده. مش هزود النشا ولا حاجه، هي نص معلقه صغيره بس بتديني الغرض الموجود ليها. بنزل بواحده واحده كده واتاكد تماما انها اتغلفت، علشان خاطر بس ما يتهريش مني وانا بقليه في الزيت. هو كده كده الجمبري مش بياخد وقت على الزيت ولا اي حاجه. هعمل معاكم واحده كمان وبعدين اخلص الكميه واوريكم انا وصلت لغايه فين. دي اخر واحده معاكم هعملها، وبعد كده هروح اخلص الكميه كلها واوريكم برضو وصلت لغايه فين. وهستنى برضو ان انتوا تقولولي بتعملوا الجمبري بالطريقه دي ولا بطريقه تانية، خلينا نتعلم كلنا من بعض. هنا دلوقتي بتأكد تماما انها اتغلفت كويس. هنزل بقى كده اعمل الكمية كلها ووريها لحضراتكم. هنا خلاص بعد ما غلفت الجمبري كله بالدقيق والنشا زي ما قلت لحضراتكم، هبدأ بقى طبعا هنا احضر الزيت بتاعي، طاسة فيها زيت غزير، واسخن الزيت وابدأ انزل بيه واحدة واحدة علشان خاطر ما يتهريش، وبرده ما اقلبش الجمبري كتير على النار علشان برده ما يتهريش مني. طبعا انا بنزل هنا كده بالطريقه دي عشان ماسكه التليفون بالايد التانية، انا بنزل واحده واحده، فهنزل بقيه الكميه واوريكم برده وصلت لغايه فين. هنا دلوقتي خلاص كده هوريكم بقى كده خلاص تقريبا الكميه بتاعتي كلها هنزلها خلاص، وابدا اول ما ياخد لون كده ابدا اقلبه تقليبه كده عشان برده ما يتهريش مني، هو بياخدش وقت مننا خالص بصراحه.
هديله تقليبه بس كده اول ما اللون بس بتاعه يتغير، اقلبه على الناحيه التانية علشان خاطر يبقى كله اخد نفس التحميره ونفس اللون عشان بس ما يتهريش مننا. وهبدأ اطلعه على طبعا هنا بعد ما خلاص طلعته على المناديل ونزل الزيت بتاعه. بصوا حضراتكم هنا اللون بتاعه محمر ازاي ومقرمش بصراحة جدا، بس هنا مش عارفة اوريكم بالصوت ان هو مقرمش. طبعا الجمبري ده بنقدمه مع سلطة الطحينة، بس انا هنا مصورتش ازاي عملت سلطة الطحينة، بس انا بعملها بالطريقة التقليدية. حط الطحينة وعليها كمون وملح ونقطة خل او ليمون وفي توم باودر او بدق توم، واقلبها وبعدين بنزل بمية دافية لغاية لما انزل يعني القوام اللي انا بالظبط بحبه. انا مبحبهاش خفيفة بصراحة، بحبها وسط كده تكون ماسكة نفسها، وابدا اقلبها لغايه لما احصل على القوام بتاعتي. هنا الرز بتاعي اتشرب خلاص واستوى الحمد لله، وزي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي للطبق. واتمنى تكون الوصفه عجبتكم، هستنى دعمكم لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في يوم جديد من يوميات ماما مطحونه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه وتقولوا لي رايكم في الوصفه. باي باي.